لو في يوم من الأيام صادفت وقابلت حد في القرن ال19 وقلت له إن أنت ممكن تطلب اللحمة تجيلك بالتليفون لحد البيت، كان وقتها طبعا هيبص لك كده ويقول الشخص ده مناخوليا. يا أهلا وسهلا بحبايب قلب الست فاطمة. زمان في بداية القرن ال19 كانت حتة اللحمة بتتباع باسم الجزار اللي بتتباع عنده، يعني ما كانش فيه إعلانات في التلفزيون ولا لوجو ولا دعاية، وبالتحديد ده كان زمن الخديوي عباس حلمي التاني. كان وقتها في جزار المشاهير والبشوات. زمان كانت الماركة هي اسم الجزار نفسه، كان الجزار الشاطر كده في الحي بتاعه زي البراند كده في زماننا دلوقتي. كانوا ما بيشتروش منه غير البشوات والبهوات. كان وقتها الجزار ده كده يحط يافطة كبيرة نحاس فوق المحل بتاعه ويكتب عليه اسمه، وتحت منها مورد اللحوم العالية أو جزار معتمد من المعية السنية، يعني بيورد اللحمة بتاعته للقصر بتاع الخديوي. الاسم ده وقتها كان بيبقى هو الضمان، هو الماركة، تضمن ان انت بتاخد كده حتة اللحمة جودة ونظافة. وكانت في ناس كمان بتسافر له مخصوص من مكان للتاني. كمان في بداية القرن ال19 بدأت الحكومة المصرية ان هي تنظم عمليات الذبح، وده كان قانون صارم جدا علشان يحموا الصحة العامة، وعملت المذابح الرسمية اللي هي السلخانة. والماركة هنا بقى كانت الختم، اللحمة اللي طالعة من المذبح الرسمي مختومة بختم الحكومة، كانت هي دي الماركة المضمونة اللي الناس بتثق فيها. كان الجزار وقتها كده يعلق الذبيحة قدام المحل بتاعه ويكون حريص جدا ان الختم يكون باين وواضح جدا قدام كل زباينه علشان يثبت لهم ان اللحمة دي بلدي وطازة وكمان مش عيانة، والختم اللي عليها هو بديل لعلامة الجودة أو الأيزو يعني دلوقتي. طيب بالنسبة بقى لماركات اللحوم المستوردة، هنا بقى المفاجأة، لأن في بداية القرن ال19 كانت مصر منفتحة جدا على أوروبا، وكانت فيها جاليات أجنبية ضخمة زي اليونانيين والإيطاليين وفرنساويين وإنجليز عايشين ما بين القاهرة واسكندرية. والجاليات دي نقلت لمصر ثقافة الماركات التجارية للمصنعات زي البسطرمة واللحمة الباردة. الإيطاليين والأرمان في مصر أسسوا محلات ومصانع كده صغيرة عشان تعمل بسطرمة ولانشون ولحمة مدخنة. وكمان كانت المحلات دي بتبيع بأسماء أصحابها زي جروبي ومحلات اليونانيين البقالين الكبار. الناس كانت بتشتري منهم اللحمة الباردة بماركة المحل الأجنبي ده. ومع دخول الجيش البريطاني لمصر في أواخر القرن ال19 ظهرت في السوق المصري علب لحمة محفوظة اللي هو البلوبيف، وكان وقتها بيستورد من بريطانيا وأمريكا. ودي كانت أول ماركات حقيقية مكتوب عليها أسماء شركات أجنبية، وكانت بتتباع جوه المحلات اللي في وسط البلد الراقية. وده طبعا مش بس كده، كان السوق وقتها هو كمان الماركة. يعني لو عايز حتة لحمة في القرن ال19 بجودة ملكية كنت تروح سوق التوفيقية أو سوق العتبة الخضراء اللي كان فيه أنظف وأفخم محلات الجزارة في العاصمة. ودي كانت أسواق حديثة جدا اللي نظمها وصممها مهندسين فرنسويين وإيطاليين، والشراء منها كان بيبقى برستيج كده في حد ذاته. ومن الحكايات اللي ما بتخلصش وطبيعة المجتمع المصري وقتها في إن هو يتعامل مع الأكل واللحمة كانت تفاصيل مدهشة جدا، زي إن كان في ثقافة شعبية كده إن كان في لحمة للستات ولحمة للرجالة. كان وقتها الجزار بيبيع حاجة اسمها كيلو لحمة مشكل، وكانت الستات تاكل قطعية اللحمة الطرية أو الناعمة جدا اللي ما فيهاش عظم زي عرق الفليتو أو اللحمة السن، وكان وقتها بيبقى ده اللحم الناعم المناسب والسهل للمضغ والبلع، وكان كمان مناسب للأطفال. أما بقى لحمة الرجالة كانت ممكن تاكل اللحمة الناشفة أو اللحمة الملبسة اللي كانت اللحمة بتاعتها يعني قوية شوية أو فيها جزء من العظم أو نسبة من الدهون عالية جدا زي لحمة الزند أو الرقبة أو الريش.
علشان كانوا دايما بيفتكروا زمان ان الريش دي بتدي طاقة، فالرجالة أولى بيها. مش بس كده، كمان جزار اللحمة أو الضاني كان منفصل تماما عن الجزار اللي بيبيع الحلويات، اللي هي زي الكرشة والفشة والممبار والمخ والكبد والطحال والحاجات دي كلها. اللي كان بيبيع الحاجات دي بقى زمان اسمه السقاط أو جزار السقط، وكانوا دايما تلاقيهم في دكاكين كده قريبة من المذبح أو في الأسواق الشعبية. وكانت الأكلات دي رخيصة قوي، لدرجة إن أنت تروح بمليم واحد تقدر تشتري بيه كميات رهيبة من الحاجات دي. وكان وقتها اتعمل طواجن اسمها المصمت، ودي طبعا مع احترامنا جدا للوقت الحالي كانت زمان أكلات الناس الفقراء. طب هم زمان في بداية القرن ال19 كانوا ازاي بيخزنوا اللحمة؟ يعني لو واحد مثلا ذبح في عيد وعنده لحمة، يحفظها ازاي وهو ما عندوش تلاجة؟ التلاجات زمان ما كنتش تلاقيها غير في القصور الكبيرة قوي. فالناس الغلابة بقى كانت بتعمل ايه؟ يجففوا اللحمة. كانوا بيقطعوا اللحمة شرايح رفيعة جدا وبيتبلوها بكميات ضخمة من الملح والبهارات، وبعدين يعلقوها كده في حبل للشمس والهواء لحد ما تنشف تماما وتتخلص من كل المية اللي فيها. اللحمة دي كانت بتقعد بالشهور برا التلاجة من غير ما تبوظ، ولما كانوا يحتاجوا يطبخوها كانت بتتبل في المية وتطبخ عادي. وكانوا بيسموا النوع ده من اللحمة القديد. ناس تانية كانوا بيعملوا ايه بقى؟ يسلقوا اللحمة كده نص سلقة وبعدين يحمروها في كمية كبيرة جدا من السمنة البلدي ويحطوها جوه البلاص أو جوه الزير اللي مصنوع من الفخار، وكانوا يغطوها بالسمن كلها. وطبعا السمنة هنا في الوقت ده كانت بتشتغل كعازل طبيعي يمنع الهواء والبكتيريا عن اللحمة، والعملية دي كان اسمها الأورمة. مش بس كده، كمان زمان كانت في طقوس علشان تشتري اللحمة. الزبون كان بيتعامل معاملة البشوات، كان الجزار يستقبل الزبون كده بترحيب ويقعده على دكة خشب كان دايما بيحطها قدام المحل ويقدم له شاي أو قهوة. الزبون ما كانش بيقول أنا عايز كيلو لحمة، كان بيقول أنا عايز حتة لحمة لطبخة بامية، أو أنا عايز حتة لحمة لشوربة فتة. الجزار الشاطر بقى هو اللي كان بيحدد قطعية اللحمة المناسبة للطبخة من غير ما الزبون يطلب. كمان كان في حاجة كده اسمها الوزنة المبروكة أو حتة الفضل، ودي كان الجزار بعد ما يوزن بالميزان اللي هو بالوقية أو بالرطل يروح حاطط حتة لحمة حمرا كده صغيرة أو حتة دهنة سمينة فوق الميزان كنوع من أنواع الكرم والبركة علشان الزبون يبقى يجيله تاني. اللحمة زمان كانت ليها كده طقوس اجتماعية، كانت ليها معاملة خاصة، تقعد لساعات طويلة تستوي على نار هادية جدا على وابور الجاز أو على الفحم. ولكن دلوقتي الإيقاع بقى سريع جدا، تشتري اللحمة متغلفة جاهزة من السوبر ماركت أو من أبليكيشن وانت قاعد في البيت، تختار القطعية اللي انت محتاجها، ستيك أو مكعبات أو كباب حلة، مستوية أو مش مستوية. الطبخ كمان دلوقتي بقى عايزين كل حاجة بسرعة، نحط كله في حلة الضغط هوب نص ساعة اللحمة تكون استوت. حتى زمان كمان كانوا في حفظ اللحوم كانوا بياخدوا وقت يعملوا عمليات القضيض أو الأورمة زي ما أنا ما قلتلكوا. دلوقتي بقى التلاجات والفريزر الذكي موجود في كل بيت بتقنية تمنع تكوين التلج على اللحمة وتحافظ كمان على القيمة الغذائية زي النو فروست. ده غير كمان تقنيات تفريغ الهواء من اللحمة اللي بتخلي اللحمة الطازة ممكن تقعد في التلاجة أيام من غير ما لونها حتى يغير. اللحمة دلوقتي بتقدر تشتريها باسم الماركة أو اسم سلسلة من سلاسل الجزارة الحديثة الراقية زي جزارة الفايد. دي من أشهر الأسماء اللي طورت مفهوم الجزارة في مصر، وليها فروع كتير جدا في أماكن كتير، وكمان بتتميز بجودة اللحمة البلدي والقطعيات الممتازة. كمان جزارة السبكي اسم تاريخي كده وعريق جدا في عالم الجزارة في مصر، ليه فروع كتير وكمان بتقدم اللحمة البلدي بجودة عالية جدا
ومشهورين جدا في ان هم يعملوا المصنعات زي السجق والكفتة الجاهزة. كمان ماركات اللحوم في السوبر ماركت اللي بقت بتتباع في قسم الجزارة الخاص بيها، وكمان بيشيل اسم السوبر ماركت عشان يضمن لك الجودة. وأشهرها هم كارفور وسبينس وسعودي، والأقسام دي بتوفر لحوم بلدي طازة يوميا، وكمان لحوم مبردة مستوردة زي اللحمة البرازيلي أو الأسترالي. وكمان بتتميز دايما في وجود عروض مستمرة خصوصا قبل عيد الأضحى المبارك. كمان السوبر ماركتات زي مترو ومحمل بيوفروا قطعيات لحمة مغلفة مجهزة، كمان بتسهل على ست البيت الطبخ، وبتتوفر مكعبات أو كباب حلة أو بوفتيك أو لحمة مفرومة بنسبة دهن محددة. كمان في لحوم مجمدة وجاهزة بنشتريها من السوبر ماركت، بتكون باسم شركات معروفة جدا في السوق المصري وعالمية زي حلواني إخوان. ده يعتبر كده من أنظف وأقدم الماركات اللي بتقدم اللحوم المصنعة زي البرجر والكفتة واللحمة الباردة. كمان من الماركات المشهورة قوي أطياب والمراعي، واللي بتتميز بانتشار واسع والمنتجات الجاهزة في التحمير والشوي السريع. كمان من الشركات اللي بتقدم بدائل اقتصادية متنوعة في السوق المصري زي كوكي. دلوقتي في 2026 بقى في منافذ الدولة عاملاها وبتقدم فيها مبادرات كتير جدا بتنافس فيها كبرى الشركات والماركات المصرية، لأنها بتقدم لحمة طازة ومضمونة، وكمان تحت إشراف طبي وبيطري كامل، وكمان أسعارها أقل بكتير من أي جزار عادي. زي منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، دي طبعا منتشرة جدا في كل الميادين، ومتوفر فيها اللحم البلدي وكمان اللحم السوداني. وزارة الزراعة كمان عملت مبادرة اسمها مبادرة كلنا واحد، ودي بتوفر فيها اللحوم القادمة مباشرة من مزارع الوزارة، وبتركز جدا إن هي توفر في فترة العيد الأضاحي الحية بأسعار بتقل عن أسعار السوق من حوالي 20 ل 30%. كمان شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، ودي الموزع الأساسي للحمة السوداني والبرازيلي المبردة. وأتمنى إن انتوا تكونوا اتبسطتوا جدا بالحلقة دي، وما بين زمان ودلوقتي هتكونوا مع الست فاطمة. سلام.